السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نتقاسم مع خياتي واحد الوصفه بزاف هايله معشوقه الجزائريين اللي هي الكريوش على الطريقه التقليديه الجزائريه بدون اي اضافات، بنفس الطريقه اللي كانوا يستعملوا فيها الاهالي تاعنا تاع زمان. احنا ما زينتوش، خليتوه هكاك بدون سمسم. شوفوا يا البنات، جا بزاف هايل، جاي شهي شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، فضلا منكم وليس امر. جا من الفيديو باهي يشوفوا اكبر عدد ممكن. شوفوا نقسم معكم الحبه تشوفوها، جا بزاف هايل. شوفوا جا ما شاء الله يا البنات، جاي شهي شهيت خياتي في الجنه. ان شاء الله يجي بزاف هايل، يجي بزاف مقرمش يا البنات. هذه الوصفه الزينه تقعد اختياريه، واش عندك في المنزل. انا خليته هكاك بدون جلجلان، وانتم اللي تحبوا تزينوه حطوا كاضافه. الجلجلان يخرج بزاف مليح مع كاس اتاي، يخرج هذاك هو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا لنهار اليوم. ديري لي جيم ونروح نكملوا الفيديو مع بعضها. نبداو بالوصفه تاعنا لنهار اليوم، حتكون بزاف شابه اللي هي الكريوش. عندي هنايا 2 كيلات تاع فرينه، يكونوا هكا مملوئين مليح. راح نضيف لهم شويه ملح، ندير حفره في الوسط. عندي هنا شوفوا اقل من نص كاس، يعني ربع الكاس تاع الماكارين. شوفوا هكا الصوره تكون واضحه. هنا الكيله راهي صغيره البنات، نبسوها هكا مليح البنات بين يدينا، نتاكدوا باللي بستنا مليح. انا هنا البنات راني دايره كميه قليله، وانتم اذا تحبوا تضاعفوا المقادير ديروا 3 كيلات تاع ولا 3 كيسان تاع فرينه مع كيله تاع زبده ولا سمن ناقص اسبوع من الكاس، مع حبه بيض تكون شويه متوسطه الحجم. انا الحبه تاع البيضه هنا راهي عندي هنايا صغيره البنات، راح نضيف لها هكا قطرات من الخل الابيض بنقلع عليها كامل هذيك الريحه اللي تكون في البيض. وراح نحط البيضه تاعنا هنا. هنايا ملعقه مش مملوءه تاع لافان تاع خميره كيميائيه. هنا تقدروا ديروا الخميره تاع الكسره، ولا تقدروا ديروا هذه الخميره تاع الحلوه. عندي هنا كيله تاع ماء وماء الزهر. الكيله تاع الماء اللي ديتها هنايا البنات راهي دافيه، احسن ديروا الماء يكون دافي، راح يعطيكم النتيجه بزاف هايله. شوفوا البنات بالخفط نطمنا. شوفوا العجينه تاعنا بعد ما جمعتها ومديتش معايا حاجه قليله تاع الماء وماء الزهر. شوفوا هنايا راني ندلك فيها واحد 2 دقائق فقط بهذا الشكل. والعجينه هنا ما تكونش يابسه البنات، ما تكون يابسه ما تكون طريه، يعني في الوسط. دوك نوريكم القوام تاعها. كريوش تقليدي جزائري بالطريقه تاع امهاتنا تاع زمان، كانوا يوجدوا لنا قهوه العصر. ساهل مهل ويصلح بزاف في المناسبات البنات. رجعوا ليه بزاف هذا الكريوش راهم يديروه. شوفوا هكذا راني دلكتها. شوفوا العجينه كيفاش راهي دايره، راهي متماسكه. هنا نقسمها على 2 هكا بهذا الشكل. وعندي هكا صاش غذائي بلاستيكي نحط فيه. شوفوا بهذا الشكل هاهو هكذا ونخلوها تريح على الاقل ساعه ونص. انا هنا راح نخليها 2 ساعة يا البنات، راح عندي الوقت ومن بعد نرجع نشكلها معكم. شوفوا هنايا العجينه راهي ارتاحت. الرش المكان اللي نخدموا به، العجينه هنا راهي متماسكه البنات ما شاء الله. هنا رشوها بالمايزينا ولا بالفارينه واش حبيتوا ديروا. انا مش راح نورقها البنات، راح نديرها كيما تاع الناس زمان يديروها. تاع بكري ما كانوش يورقوا الكريوش. نجيب هنايا قطاعه ولا كيما نقولوا لها هنا بالعاميه الجراره. شوفوا
حلوها بهذا الشكل. هزوا وحده حطوا وحده، هزوا وحده حطوا وحده بهذا الشكل. شوفوا واش ديروا، تجيبوا هادو هنايا دخلوها من تحت بهذا الشكل. سهله مهله البنات، تتحصلوا على واحد الكريوش اللي يجي بزاف هايل. شوفوا الشكل تاعها بزاف هايل. شوف نعاونوها هكا باش تفتح بكل سهوله. شوف لا الزيت هنا ما يجي سخونه بزاف البنات. شوفوا نخلوها حتى تطلع شويه باش نحركوها. ديري لي وحده عاودتها امامكم هكذا. تشوفي ماما شدي هذا من وشدي هذا التحتاني من وخرجيها في الوسط بهذا الشكل، ومن بعد شديها من وشديها من في الوسط. شوفوا هكا وحنا تحصلنا عليها سهله مالا. شوفوا نفتحوهم مليح، نرفدوا وحده نحطوا وحده هكذا. راني نقلي ونخدم معاكم البنات. شوفوا ومن بعد واش نديروا، ندو هذه هكذا ونجيبها نحطوا في هكا في البلاصه اللي نكونوا نخدموا فيها باش ما تفسدناش، ونحكموها منه من الا لقينا الجوانب هادو زايدين نقرصوهم هكا ونحيوهم. شوفوا سهله مهله. هذا يجي ملحم بزاف هذا القريوش ويجي شباب على تاع الطفيره. شوفوا حطي يقين، وهذه تا يقين دارتها والله لا جات شابه البنات. شوفوا هذه تا البنوته تاعي هي تتعلم. هذه يقين راهي تتعلم في القريوش. شوف تخدم وحدها. شوفوا البنات هنا بعد ما قطرتها من الزيت، شوفوا جات ما شاء الله يا البنات وجات ملحمه. شوفوا جات منبله. نعسلها هنايا قيس واش نحتاج فقط البنات، ماشي حنعسلها كامل باش تخبوها ما تعسلوهاش تقعد لكم هكاك. انا حنعسل واش راح ياكلوا وليداتي فقط هكذا. نعسلها هكا بالطبع. وفي الاخير هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. شوفوا القريوش تاعنا كيفاش خرج ما شاء الله يا البنات، خرج هايل. شوفوا جا منبل، جا بزاف هايل. شوفوا هذه الحبه اللي دارتها هنايا بنتي ياقي جات بزاف هايله البنات. شوفوا نقسمها معاكم. شوفوا سمعوا هذيك القرمشه. شوفوا تاع بكري تاع زمان هذا القريوش يجي بزاف هايل. ان شاء الله يعجبكم وتجربوا فضلا منكم وليس امر جاء من الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد ممكن. نقول لكم بقاو على خير وتهلاو بزاف في روحتكم. مع الف سلامه.